بما اني بقالي فترة تعبانة زي ما انتوا عارفين، النهاردة قررت ادخل بقى المطبخ اعمل اكلة خفيفة كده وسريعة. معايا فخاد دجاج كانت عندي في الفريزر، طلعتها كده وشطفتها بشوية مية، وهتبلها بقى بملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ ومعلقة كبيرة مستردة ومعلقة كبيرة عسل اسود، لان ما كانش عندي صويا صوص حطيت بداله عسل اسود، ومعلقه كبيره من الصلصه الجاهزه، ممكن برضو تستبدليها بكاتشب، وليمونه كبيره، عصير ليمونه كبيره. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، وحطيت طبعا معلقه زيت جريلا بقى او طاسه على النار تكون سخنه قوي قوي. هنزل بقى بالوراك بتاعتي او بالفخاد بتاعتي، هديلها كده صدمه ولون جميل زي ما انتم شايفين كده. هديلها لون بقى من على الجنبين. على بقى ما تاخد اللون الحلو اللي احنا عاوزينه ده من تحت كمان، هنقطع بقى شوية خضار كده، طماطم وبصل وفلفل اخضر. هنقطع الحاجات دي كلها بقى كده جوليان زي ما انتم شايفين، وهننزل بيهم بقى على الفراخ بتاعنا. اكله كانت سريعه قوي قوي قوي، بس كانت طعمها تحفه وفتحت نفسي فعلا على الاكل. انا بقالي اسبوع تقريبا تعبانه ومش باكل خالص، فالاكله دي بصراحه شجعتني على الاكل وفتحت نفسي، وكانت طعمها تحفه 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 وخفيفه قوي. هنا بقى يا دوب زودت نص كوبايه ميه كده عشان تستوي فيها. هغطيها بقى كده وهسيبها تستوى خالص. زودت بس شوية فلفل صغيرين وشوية ملح علشان الخضار. هغطي عليها بقى واسيبها لحد لما تستوي وتنزل ميه زي ما انتم شايفين كده. ده صوص طعمه حلو قوي قوي قوي. استوت مخدتش وقت معايا خالص، جميلة جدا جدا، طعمها وريحتها تحفة. اعذروني بقى لو صوتي متغير، طبعا تعبانة زي ما قلت لكم. ادعولي بالشفاء العاجل ولكم بالمثل. حضرناها بقى هنا وجهزناها مع رز ابيض. شايفين لون الفراخ ولا طعمها بقى ولا ريحتها تحفة؟ والله تعجبكم او جربوها، جميلة جدا جدا وسريعة كمان وما خدتش وقت خالص. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله، في رعاية الله.